في الفيديو ده يا صديقي انا جاي اقول لك ان انت ازاي تقدر تعمل فيديوهات او تصنع فيديوهات من جوجل فيو 3 بشكل مجاني بكل الطرق الرسميه والمتاحه فقط من شركه جوجل. طيب ايه السبب ان انا اعمل الفيديو ده وان بالفعل ناس كتيره جدا عارفه انها ازاي تقدر تعمل فيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق اللي هو الفيو 3؟ لان انا الى الان بتجيلي تعليقات عندي على القناه من ناس الى الان تقول لي انا بحاول ومش عارف. حقيقي والله العظيم صعبوا عليا. يعني احنا دلوقتي تقريبا الموضوع ده نازل بقاله 5 شهور 6 شهور، في ناس الى الان بتحاول ومش عارف انها ازاي تقدر تستخدمه بشكل مجاني. فانا عامل لهم الفيديو ده مخصوص وهعرفك على طرق يمكن تكون انت مش عارفها، كل الطرق المتاحه الرسميه من جوجل. يعني مفيش مفيش نسبه للخطا انها مش هتنفع معاك. تمام؟ لو انت معاك حساب جوجل هينفع يشتغل معاك عادي يعني، وحساب جوجل عادي مش بريميوم يعني انت مش هتدفع شيء. ده اول حاجه. تاني حاجه انا اعتذر ان انا طولت شويه تقريبا يومين او 3 أو 4 ايام. انا بالفعل لسه عالق في الفيديو ده اللي انا نزلته عندي بتاع خيالك حقيقه ان انت ازاي تقدر تصنع تطبيقات باستخدام اداه سريه من جوجل والكلام ده كله. وانا بالفعل وعدتكم ان انا يعني هشرح لكم ان انتوا ازاي تقدروا تحولوها لمشاريع. انا بقى عالق في النقطه دي، يعني بعض المشاكل كده واجهتني وانا بحاول اسهل لكم الموضوع قدر الامكان، فانا بحاول احلها عشان ان شاء الله هنزل لكم فيديو. بس باذن الله هنزل فيديو بشكل يومي او يوم ويوم زي ما انا كنت بعمل الاول، فمش مش هسحب السحبه دي 4 ايام تاني يعني باذن الله. نروح بقى دلوقتي للشرح. اول حاجه يا صديقي عندك باستخدام برنامج او موقع اللي هو ويسك. ويسك ده يا صديقي خدمه من جوجل. الخدمه دي وظيفتها انها بتصنع تطبيق، يعني بتصنع صور باستخدام الذكاء الاصطناعي زي ما انت شايف هنا. اكتب اي حاجه مثلا مثلا اقول روبوت يجلس في شوارع القاهره وبيشرب شاي بلبن. تمام؟ افتراضا يعني زي ما انت شايف. فعندي هنا روبوت قاعد في شوارع القاهره وبيشرب شاي بلبن. هو بيقدر يصنع اي حاجه في خيالك وكمان بيدعم اللغه العربيه. فانا اقدر بقى ان انا احول الصوره دي لفيديو عن طريقه هو، عن طريق ويسك ده. وانا هسيب لك ان شاء الله تحت الرابط بتاعه في الوصف. اول ما تروح عليه هتلاقي عندك ان هو بالشكل ده. طبعا لازم تكون مسجل عن طريق حساب جوجل. هتلاقي عندك بالشكل ده. بعد ما ترسم الصوره هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها تحريك، هدوس عليها زي ما انت شايف وهضيف هنا عندي افتراضا يا سيدي يعني نفس الوصف. هقول له يا سيدي زي ما انت شايف هنسخ نفس الوصف اللي انا كتبته للصوره، واروح هنا رايح عندي على تحريك زي ما انت شايف وضايف تحريك هنا اهو وضايف ده هنا اهو واعمل انتر. كده هيبدا ان هو بالفعل يصنع الفيديو. طبعا انت لاحظت ان هنا في 5 محاولات او 5 محاولات، دلوقتي بقى 4. ويسك بيديك 5 محاولات في الحساب المجاني. يعني انت لو عندك حساب مجاني تمام هيديك 5 محاولات. معرفش الصراحه. او حرك الصوره يا سيدي، حرك الصوره مش لازم يعني. فهو ابتدي يعني زي ما انت شايف ان هو بالفعل هيبتدي ان هو كان عندي 5 محاولات دلوقتي اصبح 4 زي ما انت شايف. طيب ده اول طريقه. انا مش عارف مش راضي يصنع الفيديو ليه. يعني دايما لما انا اجي اسجل فيديو لازم يحصل مشكله. لازم، ده شيء تقليدي انتوا عارفين كده يا شباب. لازم يعني بص شغال مع لا اله الا الله، يجي عند العبد لله وانا بسجل فيديو اخطاء الدنيا كلها تظهر فيه. مش محركك بس انت فهمت. يعني هي اصلا يا شباب عاده عندي لما انا اجي اسجل فيديو الموقع جوجل بكلة قدرها تبوظ وما بتشتغلش. مش عارف في ايه يعني، بس عموما يعني انت فهمت الفكره. تمام؟ طيب لو 5 من عمليات الانشاء عندك بتقدر تصنع 5 فيديوهات في الشهر. يعني تقدر تصنع صوره ومن الصوره دي 5 فيديوهات في الشهر. عندك بقى الموقع الثاني وهو اسمه فولو ده يا سيدي برضو من جوجل. هسيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف. زي ما انت شايف الاداه دي معروفه ومشهوره بالنسبه لناس كتيره جدا لان انت من خلالها تقدر تصنع فيديوهات احترافيه باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو انت رحت هنا عندك على حسابك هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها 100 AI كريدتس او اللي هو عندك 100 كريدت. لو انت رحت هنا عندك على اللي هو النيو بروجكت هتقدر برضو تصنع عندك 5 فيديوهات في الشهر. لو افترضنا ان انا دلوقتي مثلا جيت عندي وكتبت يا سيدي مثلا روبوت قاعد بيشرب شاي في شوارع القاهره زي ما انت شايف، وجيت انا بالفعل عملت اللي هو تكست تو فيديو. لو انا جيت هنا عندي اخترت افتراضا دوست هنا عندي على الفيو 3 يعني وجيت هنا عندي زي ما انت شايف الموديل هلاقي عندي اللي هو الفيو 3 موديل اللي هو الفاست اللي هو البيتا اوديو. عندي هنا يعني بياخد مني كام 20 كريدت 2 4 6 8 10. تمام؟ يعني انت حرفيا مع ال 100 كريدت ضاعوا. تمام؟ انت هتصنع 5 فيديوهات باللي هم ال 100 كريدت اللي عندك ودول بيتجددوا كل شهر. فبيس يعني هيجي يعني ان شاء الله هيجوا لك كل شهر. لو انا جيت مثلا دوست عندي هيبدا ان هو بالفعل يصنع لي الفيديو. بيقول لي برضو فيلد مش عارف في ايه والله العظيم واقسم بالله ما فاهم، بس انت فهمت الفكره يعني. شفتوا انتوا حتى الراجل ده مش راضي يشتغل. نروح بقى دلوقتي للي بعده وهو جوجل AI ستوديو. لو انت رحت هنا عندك وكتبت مثلا افتراضا جوجل AI ستوديو زي ما انت شايف وهسيب لك انا الرابط بتاعه تحت في الوصف برضه. لو رحت انت عندك هنا على جوجل AI ستوديو تمام هتلاقي عندك ان هنا لو رحت انت هنا رحت عندك على اللي هو الجنريت ميديا ورحت هنا عندك على الفيو
هتلاقي عندك هنا ان الفيو 3 ظهر. ايه ده؟ ثانيه واحده، ازاي؟ انا عندي على حسابي الاخر هو ظاهر، يعني لو انا جيت هنا، لا مش ده، لو انا جيت هنا عندي على جنريت، ده حسابي الاساسي، وجيت هنا عندي على فيو، وجيت هنا عندي على اللي هو الفيو، هلاقي انا عندي الفيو 3 نيو ظهر عندي، واقدر ان انا هنا اعمل 10 فيديوهات، يعني اقدر اعمل 10 فيديوهات. دي بقى انا مش متاكد هي في الشهر ولا لا، يعني الاجمالي تقريبا تقدر تعمل 15 فيديو 20 فيديو، يعني انت عندك برضو ده تقدر تعمل 10 فيديوهات زي ما انت شايف. لو انت جيت هنا عندك على جوجل اي ستوديو جنريت ميديا زي ما انت شايف، والفيو هنا عندك جنريت فيو، هتروح هنا عندك هتلاقي عندك هنا اللي هو الفيو 3 فاست هنا ظاهره. مش عارف هنا ليه مش ظاهره، يعني الصراحه استغربت جدا بامانه، مش عارف ليه هنا مش ظاهره يعني، بس ماشي، بس هنا ظاهره، يعني اقدر اصنع فيديوهات. افتراض راجل قاعد بيشرب شاي بلبن، يا رب تحصل يا رب. طيب هلاقي عندي هنا ايه ده؟ عندي 1080 يا راجل، عندي هنا في 1080 ظهر بيس، يعني خلاص ماشي، عندي هنا خيار 1080. وعندي هنا طبعا اقدر اعمل اللي هو فيديو بالعرض وفيديو بالطول، لان انت اكيد يعني انت اكيد شفتوا ان الفيديو الطولي عندي ظهر هنا اهو. فطبعا انا بتكلم على الايه، على الفيو 3، فالفيديو الطولي عندي ظهر. بس عموما انت كده عرفت كل الطرق المجانيه والمتاحه بشكل رسمي من جوجل ان انت ازاي تقدر تعمل فيديوهات بشكل مجاني. بس اتمنى يا شباب، يعني الناس اللي مش عارفه اديك دلوقتي عرفت طرق رسميه مجانيه مهلبيه. بس الاخطاء اللي حصلت معايا في الفيديو دي مش هتحصل معاك، لان انا للاسف حظي سيء جدا لما بشرح، يعني دايما اخطاء الدنيا كلها بتظهر امامي. بس اشوفكم على خير باذن الله، فيديو جديد ومع السلامه.